5 علامات تدل على أنك مستعد لعلاقة صحية ومستقرة. قبل ما أننا ندور على شريك حياة مناسب، لازم نسأل أنفسنا: هل أنا فعليا مستعد لعلاقة صحية؟ هل أنا كشخص كإنسان علاقتي مع نفسي علاقة صحية؟ لو لقيت راسك أنك معظم النقط اللي غنتكلم عنها الآن ما متوفرش فيك، فأنت غير مستعد، والعكس صحيح. أولا، تعرف تعبر عن احتياجاتك بوضوح من غير خوف. تعرف نوع الاحتياجات اللي عندك، تعرف تسمي مشاعرك. ثانيا، عندك حدود واضحة، حدود صحية، تقدر تحافظ على حدودك مع أي شخص كان. ثالث شيء، أنت لست تبحث عن حد يكملك، لأنك أنت كامل لا تحتاج لمن يكملك، ولكن أنت تبحث عن شريك يشاركك رحلة الحياة. هنا الفرق. رابع شيء، قادر أن تتعامل مع مشاعرك من غير أو بدون ما تسقطها على الطرف الآخر. خامس شيء، علاقتك مع نفسك، علاقتك بنفسك مستقرة، حتى لو كنت ما زلت في رحلة التشافي وما زلت تشتغل على نفسك. كلنا نشتغل على نفسنا، ولكن علاقتك مع نفسك مستقرة، أنت في حالة تناغم، بمعنى تقدر نفسك، تحترم نفسك، تحترم مشاعرك، تحترم خصوصيتك، تحترم وقتك الخاص. حتى لو كنت في مشاعر خلينا نقول سلبية، تعطي نفسك فرصة وتسمح لها بالرحيل، ثم ترجع من جديد بسرعة أنك تقبل على الحياة مرة أخرى. إذا كانت هذه ال5 أشياء موجودة فيك، فأنت مستعد لعلاقة صحية والدخول في علاقة. غير ذلك فأنت لست مستعد، وتحتاج أن تشتغل على نفسك أكثر وأكثر حتى تجذب شريك حياة مناسب لك، ويساهم لك ويضيف لك كل شيء جميل وليس العكس. تذكروا، فالعلاقات هي انعكاس لنا،